دجاج محشي أقولكم القصة كبيرة كتير. تعالوا نشوف. في البداية حضرت الحشوة: زيت نباتي، بصل مفروم ناعم، كبدة وقوانص، فلفل أسود، قرفة. قلبتهم وضفت عليهم 3 أكواب من الرز البسمتي، رشة ملح، وقلبتهم وضفت عليهم المي. تركته يستوي بنص الاستواء، شلت شوي منه لحتى أحشي الدجاج وتركت الباقي يستوي على نار هادية لأني راح أحتاجه في التقديم. دجاج وزن 800 جرام، مغسول ومنظف. بحب أدعكه في البداية بزيت زيتون، عصرة ليمون، شوي تومة مهروسة وفلفل أسود وهال، بتصير ريحة الدجاج كتير حلوة. حشيته بالحشوة بهالشكل للآخير تقريبا. قفلته بأعواد الأسنان وربطت الرجلين كمان بخيط بهالشكل، وهيك تمام جاهزين. بالصينية كوسة، جزر، بطاطا، بصل، زهرة، أعطيتهم بس رشة فلفل أسود، ملح، زيت زيتون، حصوص من التومة. عندي فواكه مجففة قطعتها كمان وضفتها. وتعالوا يا حبيباتي على الكوشة. عملت صوص كتير زاكي، رح أترك لكم كل شي مكتوب بالتفصيل في الكابشن. على الأطراف ضفت كمان كوب من المي بس ما طلع بالتصوير، ورح أترك شوي من الصوص عشان التحمير. وهلأ على الفرن. وعلى وقت التحمير أعطيت الدجاج دهنة بسيطة من الصوص اللي حضرناه. وشوفوا قديش شكله بيفتح النفس. بصحن التقديم فردت الرز اللي كان باقي وعلى الوش الدجاج والخضار. شوفوا قديش شكله حلو بيفتح النفس. الدجاج 1.25 ساعة بالضبط كان دايب. من أطيب الأطباق اللي ممكن تحضروها. جربوها وقولولي رأيكم. وصحتين.